هنعمل بقى النهاردة أحلى فتة شاورما سوري تحفة جدا بجد. هنتبل مع بعض الفراخ وهنعمل صوص التومية، والرز هنعمله رز مصري مش رز بسمتي. نشوف الطريقة مع بعض. انا عندي اول حاجة فرخة كاملة جبتها وخليتها من العظم، وخليت الورك عادي بالجلد لكن الصدر لا. وعملت لها نقع من بالليل في مية وملح وسكر وبصل وليمون وكل المنكهات، قرنفل بقى، اي حاجة، ورق لورا اللي تحبيه. شطفتهم كويس وهخلي الورك زي ما هو من بالجلد ومش هقطعه، اما الصدر هقطعه لقطع صغيرة اللي هي تقطيعة الشاورما بالشكل ده كده. هخلص بقى الكمية كلها وابدأ اعمل التتبيلة. الفراخ الايام دي ضربة قوي في العالي، بس دي اكلة يعني ايه، هتبقى كل اول شهر مثلا دلوقتي الفراخ. هنعمل التتبيلة بتاعتنا بعد ما ظبطنا بقى كل حاجة لوحدها. هنجيب بقى علبة زبادي بلدي وربع كوباية من الزيت، وعندي بقى التوابل عبارة عن ملح وفلفل اسود ومرق الدجاج وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر وتوابل مشكلة، بتبقى عبارة عن كبابة صيني وحبهان وورق لورا، دي انا بطحنهم مع بعض. دي مجموعة بعملها مع بعض وبحطها لأي حاجة، بتبقى طعمها تحفة جدا. هنحط نص معلقة من كل حاجة والملح على حسب الرغبة وعصير ليمونة كاملة. هنقلب بقى كل ده ونتبل بيه الفراخ بتاعتنا، ونحطهم في التلاجة لمدة ساعتين أقل حاجة، عشان خاطر تتبل معانا تبقى طعمها حلو جدا. والوراك كمان تبلتها كويس جدا وما بين الجلد كويس جدا، وهسيبهم بقى في التلاجة أقل حاجة ساعتين. هنروح بقى للعيش. انا عندي العيش كان في الفريزر، هسيبه يفك وبعد كده هقطعه لقطع صغيرة، وهحط عليه زيت وملح ورشة من الزيت ورشة من الملح، واحطه في الفرن يتحمص. اما صوص التومية فالمعلقتين نشا مع كوباية من المية، وهنحط حاجة بسيطة من الثوم ونقلبهم مع بعض على البارد، وبعد كده هنحطه على نار هادية لغاية ما القوام يتقل معايا ويبقى بالشكل ده. هنسيبه يبرد كويس ونحط في الخلاط معاه 3 معالق كبار لبن، وطبعا ممكن نزود لو احنا عاوزين الخليط اخف شوية. 3 معالق كبار من المايونيز ومعلقة كبيرة من الخل وعصير ليمونة وملح وربع كوباية من الزيت، طبعا ممكن نزود على حسب بقى القوام ما يربط معانا. نضربهم كويس جدا. والزيت لو احنا حابين نزود بنحطه سرسوب، وبعد كده بيبقى القوام معانا حلو جدا كده. لو عاوزينه اخف زي ما قلتلك طبعا تعملي ايه. نجيب بقى بايركس او صينية وندهنها بس بدهنة بسيطة جدا من الزيت، ونحط بقى الشاورما بتاعتنا بالشكل ده كده، اللي هي الصدور. هحطها كده وهجيب شبكة واحط عليها الوراك كأني هشويها عادي جدا بالشكل ده. طبعا الفرن بيكون سخن كويس جدا، عشان الشاورما زي ما انتوا عارفين لازم بتكون بتخش على درجة حرارة عالية شوية عشان ما تنزلش مية. نسيبها لغاية ما تستوي، ومن وقت للتاني بقلبها واروح بقى اعمل الرز. انا كنت هعمل رز بسمتي، لقيت الكيلو ب70 جنيه، قلت لا طب خلاص نعمله بالرز المصري وهيبقى احلى واطعم كمان. عندي 2 كوباية ونص من الرز المصري وجزراية مبشورة، والتوابل بتاعتي عبارة عن قرفة، بابريكا، كاري، كركم، جنزبيل بودرة، فلفل اسود، مرق الدجاج ولومي وقرفة عيدان ولورا وحبهان وملح. هجيب بقى الحلة بتاعتنا ونسخنها ونحط كمان معلقة من السمنة والزيت عشان خاطر يبقى مفلفل معانا ويبقى طعمه حلو، وننزل بقى بالتوابل بتاعتنا. واول ما تطلع ريحتها كده هنحط كمان الجزر ونشوحه برضو تشويحة بسيطة جدا، وننزل بالرز ونقلبه مع التوابل والجزر كويس قوي لغاية اما يبقى مفلفل معانا. هحط بقى الورق اللورا والحبهان واللومي والحاجات بتاعتنا دي، ونظبط الملح ونحط المية المغلية ونسيبه بقى يستوي. بعد الغليان بوطي عليه عشان يستوي براحته جدا. بعد ما استوت الفراخ حطيتها تحت الشواية شوية وخلاص كده اخدت لون، هطلعها كده واقطعها قطع صغيرة واحطها مع الشاورما واقلبهم مع بعض، وكده الشاورما جاهزة. تقدري تعمليها بأي طريقة تحبيها. هنظبط الطبق بتاعنا، هنحط الرز بتاعنا الجميل المفلفل بجد طعمه احلى بكتير من البسمتي، وان شاء الله هتعجبك وجربيها. وبعد كده هنحط الشاورما، وظبطي بقى الطبق زي ما تحبي بالطريقة اللي تحبيها والترتيب اللي تحبيه، بس الطعم اهم حاجة. كان تحفة جدا. التتبيلة بتاعت الشاورما كانت جميلة جدا، والرز بجد مفيش احلى من كده. رتبي بقى زي ما تحبي. انا بعد ما خلصت خالص لقيت صوص التومية تقيل، فزودت له لبن وضربته مع بعض كده بقى بالشكل ده خفيف وحلو جدا. فتة الشاورما بتبقى عاوزة التومية خفيفة بالشكل ده عشان تبقى سهلة معاكي.
لو عجبك الفيديو ما تنسينيش بقى ان انت تدعميني بلايك وتعليق حلو منك حتى لو بحرف عشان توصل لأكبر عدد من المتابعين، والاشتراك في القناة على اليوتيوب وصفة هدير سعد. اضغطي على الجرس وبعد كده اضغطي الكل عشان يوصلك كل جديد انا بعمله. عاوزاكي بقى تجربيها وتنسي اي طريقة تانية وجربي وقوليلي رأيك فيها. ممكن تقدميها كمان بالعيش السوري بالشكل ده وهتبقى تحفة جدا. شكرا جدا ليكم ولمتابعتكم ليا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.